ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة مطبخ سوسو عطية بيقدم لكم احلى طرب ممكن تاكلوه في حياتكم. سهل وبسيط جدا واحسن كتير ما تشتروه من بره، وارخص طبعا كتير. يعني احنا عارفين ان الطرب بره بيبقى بمبلغ وقدره. انا هقولك على طريقة سهلة وبسيطة جدا تعمليه بمنتهى السهولة، وكمان هتاكليه وهتعمليه على طول مش في الاعياد وبس. وكمان هتسويه في الفرن مش على الشواية، وده هيسهل عملية التسوية معاكي جدا. احنا بنجيب منديل من عند الجزار، بنقول له احنا عايزين منديل للطرب، بس المنديل يبقى خفيف زي الدانتيل بالظبط. بنجيب المنديل، وانا طبعا المنديل بتاعي اخد نص كيلو لحمة. جبت النص كيلو لحمة مفرومة كويس ولحمة حمراء، لان طبعا هي هيبقى فيها نسبة الدهون بتاعة المنديل. وتبلتها بالطريقة العادية جدا بالبصل والملح والفلفل وجوز الطيب، مع معلقة بقدونس مفرومة ناعمة. مفيش أي زيادة عن كده، طريقة سهلة وبسيطة زي ما قلتلك. بنجيب بقى كيس كده بتاع تلاجة وبنفتحه وبحط عليه المنديل وبقطعه بأي طريقة عشوائية، بحيث ان انت بتقطعي المنديل اهو، يعني اي قطعة هتتعمل معاكي صبع طرب محترم جدا. اهم حاجه زي ما قلت لك ان المنديل يبقى خفيف معاكي، وتجيبيه تقولي للراجل انا عايزه، وتشوفيه هو انت بتشوفيه قبل ما بتشتريه، لان بيبقى فيه مناديل كده قطع فيها مكلكعه وجامده قوي ما بتنفعش تتحشي فعلا يعني. اي قطعه معاكي بصي، يعني احنا بنقص الحته الزياده اللي احنا هنقصها دي احنا مش محتاجينها، لكن الحته اللي انا بوريها لكم على الشاشه دي هي دي اللي احنا هنعملها صوبع. هنقطع كل المنديل بالطريقه دي، حتى الحتت اللي هي محمله شويه، هي ما تعتبرش مكلكعه ولا حاجه، هي محمله بس هنحشيها برضو هتبقى صوبع طرب محترم جدا زي ما انتم شايفين كده. وهيبقى خفيف جدا في الاكل. طبعا صبعت الكفتة بتاعتي عملت 16 صوبع، وده النص كيلو عمل 16 صوبع. بتصبعيه بقى زي صبع الكفتة الصغير كده. وبصوا بقى لما لفيت عليه المنديل، انت بتحشيه زي طريقة ورق العنب بالظبط، بتحطي طرف هنا وطرف هنا وتلفيه، بيبقى سهل معاكي جدا وما بياخدش منك اي وقت. يعني لو عندك 10 كيلو هتلفيهم بسرعة جدا جدا. شايفة الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وما فيهاش اي حاجة. اهم حاجة تختاري حتة لحمة بلدي محترمة كده ويكون طعمها حلو. هي دي الحتة المحملة اللي انا بقولك عليها، دي برضه هنحشيها، ما فيش اي حاجة خالص اهي، بتتحشي وبتبقى زي الفل وجميلة بالظبط كده. حشينا كل الكمية اللي عندنا، عمل معايا زي ما قلت لكم النص كيلو عمل معايا 16 صوبع طرب محترمين جدا جدا. وهنسويهم بقى في الصينية. طبعا زي ما قلت لك ان انا هيبقى مشوي بس في الصينية، مش على الفحم، لان الحقيقة انا جربته قبل كده على الفحم ما كانش بينزل الدهون كلها، وكانت الكفتة ما بتبقاش مستوية قوي من جوه. لكن انا بسويه في الصينية حلو قوي قوي في الفرن، بينزل كل الدهون اللي فيه، وبعدين بحط له حته فحمه. الطبق اللي انا وريته لكم ده بواقي القطع الصغيره بشيلها في التلاجة، مش برميها، بحطها في الفريزر لما بكون عايزه اشوي بانيه او اشوي كفته او اعمل اي حاجه بستخدمها طبعا. وجبنا صينيه وحطيت فيها الطرب على الحتت اللي هي الحتة النهايات بتاعته، يعني الحتة المفتوحة بحطها على الصينية عشان ما يتفتحش. هو ما بيتفتحش ولا حاجة الحمد لله. بولع الفرن وبحطه وبسيبه بقى بيستوي براحته خالص. بولع الفرن من تحت وبسيبه، بعليه طبعا، بعلي النار عليه. يعني بعد تلت ساعة او نص ساعة ل5 دقايق فتحت عليه لقيته منزل ميته وجزء من الدهون كده، برضو سبته يستوي براحته خالص خالص. بنساه يعني بعمل اي حاجة تانية وانا بشتغل وسايباه. بعد شوية بعد نص ساعة فتحت عليه لقيته، شوفوا الدهون اللي منزلها في الوقت ده، هو بيستوي، يعني هو بيستوي بينزل دهونه وبيستوي. هنا ما شاء الله وصل لمرحلة التسوية الجميلة جدا. وعايزه اقولك برضو انت بتجيبي قطعه اللحمه وبتفرميها، ما تخليش الراجل يحطلك فيها دهون كتير عشان اللحمه ما تخسش معاكي كتير، هو كفايه قوي الدهون اللي بتبقى في المنديل. كده ما شاء الله استوى خالص 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 ما شاء الله. والدهون دي كلها هنتخلص منها، نشيلها برضو ببولة عندنا ولا حاجه نستخدمها في اي طبيخ،
او في اي حاجة، او لما نشوي اي حاجة برضو بنحط كده ندهن الصينية اي حاجة. بس الحقيقة في جزء ما تصورش، ان هو انا حطيت حتة فحمة في النص وغطيت عليه، عطاني طعم المشوي تماما. وعايزة اقول لكم طعمه تحفة. وكنت عاملة معاه كمان ممبار. وكل سنة وانتم طيبين. مطبخ سوسو عطية بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا ريت اشتراك في القناة من فضلكم وكومنت حلو كده، وكل سنة وانتم طيبين.